الشباب، النهار الاولاني في الفورماسيون، وهذا النهار مهم بالنسبه ليا وليكم كاملين، كلشي كيتسناه. اول حصه غنبدا معاكم البيغا ناتشوريل، يعني ما مخلطه بحتى شي حاجه كما شرحت لكم. غنخدم معاكم بيغا افيك بوليش، افيك اوتوليزي وافيك لافارين. دابا غنخدم معاكم ناتشوريل 100%. نبدا معاكم. على كل كيلو ديال الطحين كنديروا 45% ديال نسبه الترطيب، معروفه هذه. يعني كل طحين كل كيلو كنديروا فيه 450 ملل ديال الماء. ما كيهمش يكون بارد ولا ماشي بارد في النهار الاولاني، من النهار الثاني اوبليجي يكون الماء بارد. المهم انا خدمت معكم تقريبا 2 كيلو ديال لافارين، يعني عندي 900 ملل ديال الماء انا خادم بها بارده، وعندي 4 غرام ديال الخميره معجونه. البيغا كنخدموها بالخميره معجونه، وغنخدم معاكم الطريقه التقليديه بيديه ماشي بالعجانه. بغيتي تخدمها في العجانه، لوح كلشي العجانه ودورها واحد 5 دقائق، يبان لك الطحين مابقاش كيبان، صافي شدها ودير الطريقه اللي غادي نوريك دابا. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نخوي الماء ديالي تقريبا نصف الكميه اللي درت. وشنو غادي نديروا الشبيبه؟ راه ما غادي ندير والو، غنبقى نلوح الطحين. مهم هذا الدراري، يدي بحال هكا، ها انتم يدي محلوله. الاهم هو الطحين ما خصوش يبقى يبان، يدي بحال هكا وانا تنجمع هاكا. المهم الشبيبه ما خصوش يبقى يبان الطحين. راه بعض المرات كنفوتوا ديك 900 ملل ديال الماء بشي 10 ملل ولا 15، ماشي مشكله زيدها. المهم هو الطحين ما يبقاش يبان ليك. ها هي بدات كتعطيني دابا الشبيبه هذوك الخويطات هاك. فوالا الدراري، ها نتوما ها كيفاش خاصها تجيني البيكا ديالتي. خاصها تجي بحال هكا، شو. وهادشي راه مازال ما كملتش الماء، دونك غنقلب من التحت باش الا بقى شي طحين. دابا غنخوي من الفوق بشويه. راه هاد الماء هذا راه فيه الخميره، راه دايبه فيه. صافي ونبدا نخلط. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نجيب واحد الطاسه وغادي ندير فيها العجينه ديالتنا. ديما الدراري الطاسه اللي غادي دير فيها تكون على حسب الكميه. الا كانت شي كميه كبيره جيب طاسه اللي عريضه اللي باش تزيد تطلع، والا كانت شي كميه صغيره حاول تجيب طاسه غير صغيره باش تطلع لك البيكا ديالتك، حيت لا جبتي شي طاسه اللي عريضه عليها ما غتسيح، ماشي غادا تطلع. خصوصا تتكون الكميه ديال الخميره قليله في النهار الاولاني. علاش عاوتاني كنديروا كميه قليله في النهار الاولاني؟ حيتاش كنبيتوها غير على برا ماشي في الثلاجه. دابا هاد الشويه هذا اللي بقى انا دابا غادي نزيد ليه شويه ديال الماء وغادي نجمعو. ها البيكا ديالتنا دابا الشبيبه غادي نغطيوها، غادي نخليها 24 ساعه على برا، ما غندخلش الثلاجه. علاش؟ هي نورمالمون خاصها درجه الحراره من بين 10 حتى ل 18 درجه على برا او لا في الثلاجه، ما تيهمش. انا الجو هنا داير عندي كامل في 14 درجه باش عابروا. الترمومتر اللي قلت لكم ما خاصوش يخطاكم، وكنعاود نكررها لا بالنسبه للعشينه لا بالنسبه للخدمه. انا درجه الحراره هنا عندي دايره في 18، المهم ما بين 14 حتى ل 18. غنخليها غير على برا 24 ساعه ما نهضرش معاها. انت الا كنتي غتدخلها للثلاجه درجه الحراره تكون من بين 6 حتى ل 12، دخلها للثلاجه راها مزيانه. غير هي الا كنتي الشاف ديالي غادي دير خميره حبوب، ديما خميره حبوب نقص شويه، يعني غادي دير 3 غرام ديال الخميره حبوب او لا 4 ولا 5 غرام خميره معجونه. نخليوها دابا وغدا نكملوا العجن ديالها. تبارك الله البيكا ديالنا، شوف الشبيبه كيفاش هبطات ما شاء الله. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نقطعها لطريفات باش تسهل عليا الخدمه في العجانه.
ودابا غادي اللوحه العجانه. دابا الشبيبه كيف ما شرحت لكم نقطع طريفات. شو ما شاء الله شو المهم قطعوها طريفات نلوحوها العجانه. باش نشرح لكم باش تفهموا، هاد البيكا هادي اللي خدام لكم بها ناتوريل 100% بيكا، يعني ما غنزيدو عليها لا طحين لا بوليش لا اوتوليزي. هذه غنشرحها لكم ناتوريل. الحصه الثانيه غنشرحها لكم بالبوليش، والحصه الثالثه غنشرحها لكم بالطحين، والحصه الرابعه ان شاء الله نشرحها لكم بالاوتوليزي، ونشرح لكم شنو هي الاوتوليزي بالنسبه للناس اللي بزاف ما تيعرفوهاش. دابا غادي نخدموها ناتوريل باش نكونوا واضحين. شنو درنا في النهار الاولاني؟ كيف ما شرحت لكم على كل كيلو ديال الطحين كنديروا 450 ملل ديال الماء، اي 45% نسبه تشرطيب كل كيلو. دونك حنا دابا هنا خدمت معاكم 2 كيلو ديال لافارين، درنا 900 ملل ديال الماء. دابا باش نوصلوها نسبه الترطيب 65%، شحال غادي نزيدوا؟ غنزيدوا 400 ملل، يعني على كل كيلو غنزيدوا 200. 200 زائد 450 هي 500، هي 650، يعني 65%. نطبقوا هذه العمليه وانا معكم. كاين واحد الحاجه، الماء ديال النهار الثاني خصو يكون بيان كلاصي، خصوصا دابا في الصيف. دونك الماء خصو يكون بارد. الا قدرتي تخدم بلي كلاصو خدم بلي كلاصو، الا ما عندكش ديما واحد البيدو ديال 5 لتر ولا 10 لتر يكون عندك في الثلاجه ولا في الكونجيلاتور، هذه ما ندويوش عليها. دابا شنو غندير؟ جبت 200 ملل ديال الماء ودرت فيه 8 غرام ديال الخميره. النهار الاولاني درنا 4 غرام على 8 هي 12 غرام في التوتال في 2 كيلو ديال البيكا. بالنسبه للخميره اللي تنخدموا بها البيكا، الخميره المعجونه ماشي حبوب. وإلا عندك حبوب خدم بها، غير هي كتفضل يستحسن تخدم بخميره المعجونه، كتعطي واحد المذاق زويون، وحتى الريحه ديالها الا ما كثرتيهاش راه ما كتجيش، كتجي واحد الرويحه مزيانه. المهم نطبقوا هذه العمليه ونكمل معكم. ملي كتبدا الدور العجينه ديالتنا الشبيبه، دابا كنبقى نزيد الماء بالتدريج. الله يرحم الوالدين فاش كنقول الماء بالتدريج يعني راه بحال كنشرب، كنبقى نزيد الماء بشويه بشويه باش العجينه ديالتي ما ترملش، وحتى الا كان الطحين عيان يستحمل لي هذيك نسبه الترطيب اللي غنديروها عاليه، فهمتي؟ راه الا لحشي الماء بالزربه راه ما غاديش يستحملها. ها انتم الشبيبه هي كتجمع وحنا كنزيدوها الماء بالماء. العجينه ديالتها الشبيبه ما خاصهاش ديباسي ليا 25 درجه. هادشي علاش تنقول لك من الاحسن يكون عندك الترمومتر باش تكون كتخدم، وانت حتى الا سخنات كتولي عارفه شحال وصلت في درجه الحراره ديالتها. وهادشي علاش تنقول لك خدم بالماء بارد. دونك الا قدرتي تاخذ الترمومتر، خصوصا انت كمبتدئ، من الاحسن يكون عندك، خليه عندك. ودابا الشبيبه بالنسبه للناس اللي عندها العجانه فيتاس واحد، خلي العجانه غادا مزيان. مي بالناس اللي عندها العجانه دو فيتاس، دابا غنقلب العجانه لدوزيام فيتاس وغنخوي تقريبا داك المياه اللي بقات ليا. تبان لي ديك الماء تشرب مع الطحين، غادي نخوي المليحه ديالتي. ودابا الشبيبه غادي نلوح الملحه ديالتي. وبيان سور غادي تعرف، غتبغي تسولني علاش كنخلي الملحه تقريبا حتى لوسط العجينه ولا حتى للاخر. نتوما كيف ما تنشرح لكم بان الملحه هي داك العامل الاساسي بعدا كاينه في العجينه، وهي اللي كدير داك لا ليزون ما بين لي زانغريديو كاملين اللي كنلوحوا، يعني هي اللي كتكملهم وكتجمعهم. اول حاجه. ثاني حاجه علاش ما كنلوحوهاش من الديبار، الملحه الا لحتيها من الديبار كتضعف الخميره وكتقشلها تقريبا، ديك الجلوتين ديالها ما تيخليهش يتفرز على راحته. هادشي علاش الملحه تنخليوها هي الاخرانيه وكتسخن العجينه. هادشي علاش تنخليوها تقريبا حتى تبقى ديك 2 دقائق العجينه وتحيد. بالنسبه للباط نابوليتان البيكا ولا باط نابوليتان بصفه عامه، الويل دوليف ما كنديروهش فيها، غير هي ملي تبغي تهزها ضروري كدير واحد شويه باش ملي تهزها ما تلصقش ليك فقط. اما كديروها كمكون اساسي الويل دوليف ولا الزيت بصفه عامه ما كنديروش في الباط نابوليتان. ودابا العجينه غادي نشدها وغادي نحطها هنا الشاف ديالي ونخليها تروبوزي على راحتها تقريبا واحد 30 دقيقه. ما غاديش نهضر معها، نخلي العجينه ديالتي تروبوزي، وعاد ديك الساعه غادي نرجع ليها. الشبيبه من بعد ما دازت 20 دقيقه اللي خليت، دابا شوف ملي كنقول لك العجينه ترتاح كتلعب ما بين 20 حتى 30 دقيقه على حساب درجه الحراره اللي كتكون في المطبخ. شوف ما شاء الله عجينتي كيفاش جات كتحمق. دابا شنو غادي ندير؟ غادي ندير في يديا واحد شويه ديال الزيت. ودابا ملي كتكون واحد العجينه اللي نسبه الترطيب فيها طالعه خصنا نتعاملوا معها شويه. دونك كنخشي يدي من هنا بحال هكا ونعاود نقلب، واخا ما تهزش كامله، ونعاود نجمع جنيبات ونعاود نهز ونعاود نقلب. واخا ما تبانش لك كتهز كلها، شويه غتبان لك كتهز كامله.
انا بشويه عليا هي شتي صافي. ومن بعد كنشد كندخل وكنشد وكندخل وكنعاود ندير لها واحد الرباطاج صغير. هاد الطريقه كتسمى الرباطاج. دابا شنو غادي ندير؟ غنخليها واحد 5 دقائق وغادي نديكازي العجينه ديالتي. نديكازيوها يعني غادي نشتتوها فوق البلون دو طرافاي ديالنا. ودابا شبيبه البولاج ديال هاد العجينه هادي واخا خدمتو معاكم مره ما جوج ولكن نعاود نخدمو معاكم. ها انت كنحط العجينه هنا كنجيب هادي عند هادي كنعاود نجمع وهادي عند هادي ونعاود نشد هادي عند هادي حتى تنعطي هذاك الشكل ديال الكره. فاش كنعطيها الشكل ديال الكره كنبدا ندخل يدي ونبدا ندور. كندخل يدي من هنا وندور ندخل ندور ندخل وندور صافي. جر عندك مزيان راه ماشي يدي اللي كتجر راه العجينه هكا فوالا وعجينتي واجده. وكاينه الشبيبه طريقه اخرى كنهز العجينه ديالتي كنحطها في يديا وكنسد تنسد بحال هكا ونعاود عشان نجي الجهه الاخرى ونسد مزيان ونجي لهنا عاوتاني وكنسد كتعطيني الشكل ديال الكره كنحطها هكا في يديا وكنبقى ندور. هذا كندور به وهذا كنسودي به. هذا كندور هذه كنسد بها هذا كندور كنسد بها حتى تبان لي عجينتي قصاحت وها هي عجينتي حتى هي واجده. المهم الشبيبه كما كتشوفوا الفورماسيون ديال اليوم تقريبا البيكا سالات. كنتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنساوناش من الدعم ديالكم باش نزيدوا نبارطاجيو معكم اكثر. وبالنسبه للنتيجه وطريقه الفرد هذه كنحط لكم عاوتاني فيديو بوحديتها باش ما نخربقكمش. هذا خليته سبيسيال غير العجينه باش هكا تكونوا ضبطتوها. وبالنسبه لطريقه الفرد وطريقه دخل الفران وخراج وكيفاش نضبطوا الفران والصوص طوماط والنوعيه ديال الفرماج اللي تنخدموا بها هادو كنجمعهم لكم فيديو واحد باش ما نطولش عليكم بزاف وما يجيكمش فيديو طويل. الا كنتي وصلتي حتى لهنايا ما تنساش دير جيم وابوني واللعيبات ديالك كاملين الشاف ديالي وبارطاجي معاك العشران ديالك كلشي يستافد. كنبغيكم بزاف وتسناو فيديو الثاني ان شاء الله غيتلاحق.